عالسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بألف خير ورمضان مبارك. اليوم وصفتنا خفيفة ظريفة اللي هي البسبوسة. باش نحتاجوا في المقادير متاعنا كما موجودين على الشاشة. كيلتين سميد عليهم كيلة سميد ناعم، يعني كيلتين سميد 400 جرام سميد خشن. عليهم كيلة من السميد الناعم اللي هي 200 جرام. باش ناخدو زادة نص كاس حليب، وباش ناخدو ما يقارب 100 جرام زبدة باش نضيفوها مع الخليط. هذوما نعتمدهم كما قلت لكم على ناس مدخشين. نعتمدهم هما وعندي شوية نوع كوكو ما يقارب 50 جرام، وعندي باش نحط 3 ملاعق سكر ورشة ملح وروح اللوز، هنا ليسانس نتاع اللوز، وباش نحط سكر فانيل، باش نحط رشة بيكنج باودر. باش نبدا اول حاجه نحط السميد الخشين متاعي كما هكا، وباش نضيف عليه السميد الناعم اللي هو نص الكيلة. نجموا حتى من غير جرامات تعملوا كيلتين على كيلة. وباش نضيف عليه جوز الهند باش نضيف عليه السكر، باش نضيف عليه رشة الملح، وباش نضيف عليه الزبدة المذوبة. نجموا تعملوا زبدة مع الزيت، وتنجموا تعملوا البيكنج باودر وتحطوه بعد شوية بعد ما نخلطوا نبسوا هذوما، تحطوا الفاني وتحطوا البيكنج باودر، والا تحطوهم في اللول مش مشكل. المهم يعني تبسوا، تخلطوا مليح يعني السميد تبسسوه. ما تنساوش اذا دخلتوا للقناة اول مرة تحطوا لنا اللايك هذاك، وتحطوا لنا الكومنتير، وتحطوا لنا سبسكرايب، ما تنساوش ديما. باهي بعد ما خلطنا المكونات الجافة متاعنا ومعاهم الزبدة، نبسسهم هكا بيديا يعني هكايا، ما نعجنهمش تبسيس. وباش نزيد عليهم كما قلت لكم السكر فاني والبيكنج باودر، الخميرة متاع الحلويات، شوية رشة مش كبيرة كما هكا. ما تحطوش الباكل كله، ردوا بالكم توليكم ياسر منفجة. هي رشة واحدة صغيرة ما يقارب مثلا من نصف ملعقة متاع قهوة. هنا باش نزيدو متاع الحليب متاعنا، راهو الحليب ماهوش سخون، بارد، كل شيء في البارد. باش نعجنوهم مليح مليح المرة الأولى، باش نخلطهم بسباتول، ومن بعد هكا باش نعجنهم بشوية، باش نريقلهم بيدي. باش نزيد عليهم روح اللوز هذاك، ما تكثروش برشا خاطر باش ما يجيكمش يعني ياسر قوي. انا عندي هنا ليسانس نتاع اللوز، باش نحط شويه نكتات باش تعطيك النكهه البنينه للهريسه نتاعنا او البسبوسه نتاعنا كما تشوفوا. نحاولوا احنا ديما تكون المقادير يعني متوازنه. راني انا مانيش قاعده نعجن فيهم، قاعده هكا نخلط فيهم وبرا هكا، يعني مانيش قاعده نعجن، اما نبثث فيهم مع بعضهم باش يتداخلوا المواد يعني الصلبه مع المواد السائله كما تشوفوا هكايا. من بعد باش نجيب الطبق نتاعي. نسيت باش نقول لكم باش نحط رشه يعني عطرشيه. تنجموا تحطوا زيت معناتها رشه زهر. انا عندي العطرشيه، عملت عطرشيه. باش نجيب القالب نتاعي، المول نتاعي سواء كان يعني حديد او سيراميك كيف هكا، يدخل الفور. باش ندهنه طبعا بالزبده مليح مليح، ندهن جميع الاطراف باش ما تلصقش البسبوسه في الفورمه كما تشوفوا هكا. والبسبوسة طبعا يحبوها الناس الكل، خاطرها باهية في السهرية مع كويس تي ولا قهوة هكا عربي بن. يا عيني عليها. المهم نهبطك البسبوسة هذيك متاعي بعد ما خليتها ترتاح شوية، نحطها غاديكا في القالب متاعي. شوفوا كيفاش تماسكت، وريتكم بصبع يعني كيفاش تماسكت مع بعضها. راهي هي كيكة تجي، ما تجيش يعني لا جارية برشا ولا يابسة برشا، راهي متوسطة وباهية ومتوازنة مع بعضها. وخاصة المقادير يعني واضحين، ما همش يعني صعاب برشا عفوا، وسهلة برشا، والناس كلها يعني تعملها
سواء كان في رمضان أو غير رمضان. باش نكمل هكاكا يعني نريقلها ونسمّعها يعني مع بعضها ونخليها قد، نجم نستعين بالspatule باش تكون يعني منظرها يعني لايق بعدين في التقديم، كيما هكا نريقلها بالspatule متاعي حتى لين تولي كلها الsurface متاعها ليس، يعني كلها تكون ناعمة والsurface متاعها تكون يعني متوازنة. ومن بعد باش نجيب السكينة متاعي، اختاروا سكينة يعني حادة شوية ماهيش يعني تكون يعني باهية، وقصوا هكا البسبوسة متاعكم، قصوها مربعات باش تكون جاهزة من البداية، أنها تكون مقصوصة جاهزة، بعد حتى كي تنحيوها من الفورمة أو من الكوشة تكون يعني جاهزة للقص وجاهزة يعني أنك تنحي البسبوسة متاعك وتحطها في اللصحنة. دونك قصوها هكا من البداية كيما العادة، وهذا شيء معروف يعني ديما نقصوا البسبوسة أو حتى لي جاتو اللي نحبوا نعملوهم ترانشات وإلا مربعات كيما تشوفوا هكايا. ولكن أنا توا باش نخليها ترتاح شوية قبل ما ندخلها للكوشة، نغطيها هكا بمنديلة ونخليها ترتاح شوي، وانتر طون باش نمشي نحضر السيروم تاعي. السيروم تاعي ساهل ماهل ما فيه حتى صعوبة، باش نعمل 2 كيسان ماء عليهم كاس سكر، وبما انه احنا ما نحبوش ياسر السكر باش نقلل السكر باش يجيني السيرو يعني متاعي ماهوش عاقد، خفيف شوية باهي يصلح للبسبوسة، وموش اللي عاقد يعني ياسر يتلصق، دونك باش يكون باهي شربات يعني باهية باش تكون على البسبوسة متاعي. طبعا ما ننساوش نص كعبة قارص، وما تنساوش باش تحطوا نكيتة زهر والا عطرشية. انا كما قلت لكم باش نحط عطرشية خاطر ما عنديش زهر فالي، وتخلطها وتخليها على نار يعني جيدة. باش نقول لكم استيوس، ولما تكون البسبوسة يعني سخونة تحط القطر بارد، والا العكس يكون القطر يعني سخون والبسبوسة باردة. تو باش ندخلها على 150 درجة باش ما تتحرقش وتطيب سلة يعني شوية حتى لين تماسك السميد، ومن بعد باش نخرجها ونخليها ترتاح. كيما هنا حضرت البسبوسة متاعي حطيت لها كعبات لوز، وتوا باش هي سخونة والشربات يعني باردة باش نبدأ نسقي فيها، وإلا العكس عكس ذلك. المهم نكون واحد بارد وواحد سخون، هذا هو. وهذه هي البسبوسة متاعي كيفاش يعني جاتني مزيانة تشرح، كل كعبة وحدها وكل قالب وحده يشهي. وهذه يعني إن شاء الله كما تشوفوا هنا يعني تعملوها بالطريقة هذه وتجيكم سهلة. وهذا يعني نشربوه مع كويس تاي أو قهوة عربي في السهرية متاع رمضان، والبسبوسة تشهي ومحليها ويحبوها الناس الكل ولذيذة وباهية للتقديم. وانا عملتك الوردات هذوك من قبل سابقا يعني وريتهم لكم كيفاش يتعاملوا اللوتيس هذوكم، وان شاء الله تعملوا البسبوسة متاعي وتجربوها، وان شاء الله نلقاكم في وصفات رمضانية يعني قادمة. وكل عام وانتم حيين بألف خير، وربي ان شاء الله يعطينا الصحة والقوة باش نواصلوا ونكملوا رمضان بشكل يعني سليم. وإن شاء الله نشوفكم في فرص قادمة، وما ما بقالي كان باش نقول لكم بالسلامة، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ورمضانكم مبارك، وإن شاء الله في فرص قادمة ووصفات قادمة وبالسلامة.